السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا أول مرة يعدي عليك هذا الفيديو لا تنسى تسوي لنا لايك، هيك حلو، تعليق زي إحسانك. ونبدأ مباريات اليوم. راح ناخذ مباراتين من قارة إفريقيا. السودان راح يواجه موريتانيا الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة. القناة منقولة على شاهد في بي إن. المعلق فهد الدرايبي. وأنيس السحباني على الام بي سي 5 الساعة 7 مساء راح يعلق على مباراة تونس مع ساو تومي. المباراة منقولة على الام بي سي 5. وراح نشوف مباريات قارة أوروبا. الساعة 5 عصر اليوم على البي إن سبور 1 راح يعلق حسن عيدروس على مباراة كازاخستان مع ليشنتاين. المباراة منقولة على البي إن سبور 1 الساعة 5 مساء. والساعة 9:45 ايرلندا الشمالية راح تلعب مع سلوفاكيا. المباراة على البي إن سبورت 6 راح يعلق عليها جواد بدة. وعلى البي إن سبورت 2 راح يعلق علي محمد علي الساعة 9:45 على مباراة ألمانيا مع لوكسمبورغ. والساعة 9:45 النوب راح يعلق عبد الله الغامدي على البي إن سبورت 7 على مباراة كوسوفو مع سلوفينيا. المباراة منقولة على البي إن سبورت 7 بتعليق عبد الله الغامدي. والساعة 9:45 مساء أيضا على البي إن سبورت 4 أحمد البلوشي راح يعلق على مباراة السويد مع سويسرا. مباراة على البي إن سبورت 4 بتعليق أحمد البلوشي. والساعة 9:45 على البي إن سبورت 5 محمد بركات راح يعلق على مباراة أيسلندا مع أوكرانيا. أما على البي إن سبورت 1 الساعة 9:45 فرنسا راح تواجه أذربيجان بتعليق علي سعيد الكعبي. وعامر الخواذيري الساعة 9:45 راح يعلق على البي إن سبورت 3 على مباراة بلجيكا مع مقدونيا الشمالية. هاي كل شي مشان تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا. ومباراة دولية ودية بين أتلتيكو مدريد مع انتر ميلان منقولة على ليبيا الرياضية بتعليق خليل البلوشي. هاي كل شي مباريات اليوم. أما بمباراة ودية دولية غير معلن نقلها راح نستعرض معاها مثل اليابان مع باراغواي الساعة 1:03 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إذا طبعا غير معلن نقل، يعني كوريا الجنوبية راح تواجه البرازيل الساعة 2. أورغواي راح تواجه الدومينيكان الساعة 3:45. الأردن راح تواجه بوليفيا. على ما أعتقد منقولة على الأردن الرياضية. ثواني، على الأردن الرياضية منقولة بتعليق عماد قطيش. المباراة الساعة 7 مساء مباراة الأردن مع بوليفيا. وروسيا راح تواجه إيران الساعة 8 مساء. إذا وصلت معي لآخر الفيديو لا تنسى اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الإشعارات. وكل يوم وأنتم بخير وربي يسعدكم جميعا. تحياتي لكم.